هنعمل بقى النهاردة يا حبايبي الجاتو بتاع محلات الحلويات بالدقيق العادي ومن غير محسن جل وبطريقة سهلة جدا جدا وطعمه خطير. طعمه تحفة بجد يا بنات، هتجربوه معايا بالطريقة دي ومش هتبطلوا تعملوه بعد كده، يعني كل يوم هتقوموا تعملوه. بس نصلي على سيدنا محمد الأول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين الجمال؟ شكله يجنن وطعمه يعني مش عايزة أقول لكم لازم تجربوه بجد. طعمه حلو جدا جدا، يعني ما يفرقش حاجة خالص عن الجاتو اللي بتشتريه من محلات الحلويات. طبعا وكل حاجة عادت غالية جدا، يعني ما نقدرش نشتري كمية الجاتو ده دلوقتي، القطعة بفلوس قد كده. لما نعمله بقى الولاد في البيت مش هيكلفك حاجة بصراحة، يعني مش كتير، مش هيكلفك حاجة خالص، يعني مش هيكلفك فلوس كتير. ده اللي انا اقصده. هندخل بقى على المقادير بتاعتنا. هنجيب 3 بيضات الاول، هنجيب شفشق الخلاط هنحط فيه ال3 بيضات، وهنحط فيه رشة من الفانيليا، وهنحط عليها معلقة كبيرة من الخل، وهنحط كوباية وربع من السكر، وهنحط نص كوباية من الزيت، وكوباية وربع من الحليب، حليب ساقع طبعا. وهنضربهم كويس جدا في الخلاط. انا بستسهل الخلاط بصراحة، ممكن تضربوهم بقى بالمضرب الكهرباء عادي براحتك خالص. انا حطيت بقى دلوقتي 2.5 كوباية من الدقيق، تمام كده. هنجيب بقى ايه باكت من البيكنج باودر هنحطه كله، وهنحط 2 معلقة كبار من الكاكاو الخام الاسباني، هو احلى كاكاو بصراحة انا استعملته. هنقلب بقى المقادير بتاعتنا دي كلها مع السوائل، بس نقلبهم كويس جدا علشان ما يبقاش فيه دقيق لازق تحت. تمام كده يا حبايبي، كده المقادير مظبوطة بالظبط والخليط مظبوط جدا، يعني مش عايزين نزود ولا ننقص حاجة. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا هندهنها دهنة من الزيت بس كويس قوي، وهتدهني الأطراف بتاعتها كويس. لو عندك بقى ورق زبدة افردي في الصينية ورق زبدة، أنا لقيته خلص الصراحة يعني. بس ما شاء الله على الكيكة دي، ولا لزقت ولا أي حاجة خالص، واتقلبت بكل سهولة. بس علشان خاطر لو انت مش هتعرفي تقلبيها، يعني ورق الزبدة افضل لك. هننزل بقى الخليط ده كله، ما نسيبش حاجة خالص في البولة علشان المقادير دي مظبوطة بالظبط على قد الصينية. هنهز بقى الصينية كده وهنخبطها خبطتين على الرخامة علشان تبقى متساوية وما يبقاش فيها فراغات من جوه. هنسويها على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني ومن غير ما نولع الشواية. ده بقى 2 كوباية من الكريمة، وحطيت عليهم معلقة كبيرة من الكاكاو الخام الأسباني، وطبعا حطيت مية متلجة أنا مدوبة فيها سكر، بس للأسف الكاميرا كانت فصلت. هنضربه بقى كويس جدا بالمضرب لحد ما وصلت للقوام ده. دي شوكولاتة خام طبعا يا حبيبي، هنحط عليها شوية لبن سخنين ومعلقتين زيت كده وهنسيحها. دي الكيكة بتاعتي بقى طلعت تجنن، بردت طبعا. وهنقلبها طبعا من الصينية، هنزقها بس من الجناب كده حاجة بسيطة، وهنقلبها بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده، اتقلبت بكل سهولة. هنجيب بقى السكينة المشرشرة بتاعتنا وهنقسم بقى الكيكة نصين. لو عندك المنشار اللي بيقطع ده يبقى احسن برضو. قسمناها نصين، جبنا بقى الكريمة بتاعتنا، انا حطيتها في كيس تلاجة كده وهعملها بالطريقة دي. وطبعا كده احسن لي علشان خاطر بيطلع الطبقة متساوية، يعني طبقة الكريمة بتطلع متساوية. طبعا انا فردتها كويس قوي، وحطيت بقى طبقة الكيكة التانية. وهندهن بقى طبقة الكيكة التانية كريمة بس مش كتير قوي، يعني زي الطبقة اللي في النص. انا دهنتها هي بنات وحطيتها في الفريزر سقعت شوية علشان خاطر لما احط الشوكولاتة دي عليها ما تتلخبطش معاها، يعني لازم لما ندهن الكريمة دي نحط الكريمة دي ونسويها نحطها في الفريزر 10 دقايق كده ولا حاجة. دي الشوكولاتة بتاعتنا بقى. وطبعا برضو لما انا حطيت الشوكولاتة حطيتها في الفريزر 10 دقايق تانيين علشان اعرف اقطعها. شايفين يا حبايبي انا بقطع الاطراف بقى طبعا علشان تبقى متساوية، يعني انا بقطع الاطراف زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الاطراف دي ما بنرميهاش خالص، يعني انا حطيتها في طبق كده وحطيت عليها شوية شوكولاتة للولاد وكلوها بألف هنا.
هنقطع بقى الجاتوه بتاعنا. طبعا يا بنات انا قطعته قطع كبيرة، يعني انا حابة اقطعه قطع كبيرة، يعني انتوا ممكن تقطعي الحجم ده بدل ما تقطعي من النص كده، لا ممكن تقطعيها تلات مستطيلات، تمام كده، يعني هتقطع معاكي 15 قطعة. انما انا قطعتها قطع كبيرة كده، يعني حابة اعملها كبيرة. انت لو حابة تصغرها عن كده هتقطعيها 15 قطعة، هيبقى حجمهم كويس جدا برضو. ده طبعا الكريمة بتاعتي انا حطيت بقى ايه، عملتها روزيتات كده، وكام كريزة كانوا عندي كده حطيتهم. وبس كده خلصنا الجاتو بتاعنا. سهل ولا مش سهل؟ مننساش بقى يا بنات نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. خلصناه بكل سهولة وما خدش معايا وقت خالص، وطعمه خطير بجد والله بجد. انا الوصفة لما تبقى وحشة انا بقول، الوصفة لما تبقى حلوة بقول ان هي حلوة. يعني انا ما يرضينيش ان انتوا تكلفوا نفسكم والحاجة تطلع مش مظبوطة معاكم، او طعمها وحش وانا اقول حلوه. والله مستحيل تطلع الحاجه وحشه وانا اقول عليها حلوه. شايفين الجمال؟ بس انت بقى مش تيجي تبوظ منك وتبوظي وتقولي انا السبب وكده. شايفين الجمال يا بنات؟ جربوه بجد وبألف هنا وشفا للي يجرب.